فيديو النهاردة هنعمل أحلى تشكيلة مرطبات صيفية فعلا هتنعشكوا، تقدروا تاخدوها كتحلية أو فطار أو حتى عشاء، عشان الحاجات الجميلة دي يا جماعة مش هتعليلكوا خالص الأنسولين، كلها صحية. هنبدأ نعملها مع بعض. وكمان عايزة أقولكوا إيه اللي هو خلاص بقى مش هنعتمد كده من هنا ورايح إن الصحي ده حاجة كده مملة واكل العيانين والجو ده. يلا بقى بينا نبدا نعمل مقاديرنا واحده واحده. اول حاجه طبعا هنا اعتمدتها هي اللبن المكثف اللي انا بعمله في البيت، وطبعا زي ما قلنا احنا ممكن نحليه اصلا يا جماعه بالعسل او سكر ستيفا لبعض من الناس اللي بتحب يعني ان هي تعتمد على سكريات الدايت، او السكر البني او حتى السكر العادي بس نقلل كميته. انا هنا عامله باللبن البودره، حطيت معايا 3 اكواب من اللبن البودره وبدات ان انا انزل عليهم بمعلقتين من النشا وقلبتهم كويس قوي لحد ما دسموا. بدات ان انا اخد بقى على كميات الانواع النكهات اللي انا عملتها المختلفه. عملت هنا كراميل، عملت كرملت حوالي 4 معالق سكر وحطيت معاهم يعني معلقه زيت صغيره، وبعدين بقى عززت كده الصوص بتاع الكراميل بكوب الا من اللبن المكثف المحلى. تاني نكهة بحضرها معايا هي الدارك شوكليت، او اللي انا كمان بعتمدها بالنسبة لي كجناش اقتصادي. بستخدم 3 معالق من الشوكولاتة الخام، تستخدموا زي الشوكولاتة الدارك، وابدأ ان انا انزل معاهم كوب من اللبن المحلى وبحط برضو معاهم بعض من النشا. واستخدمت بعد ما خلطتها كويس منها سكوب عشان اعمل بيها برضو الكيك. اخدت منها سكوب مع كوب من الشوفان ومع بيضايه ونص موزايه، ونزلت بيهم طبعا بعد كده في قوالب السيليكون، دخلتهم في الفرن وبدات ان انا اكمل. اخدت طبعا الجناش بتاعي برضو كميه منه وزودت عليهم معلقه نشا وحطيتها في قوالب السيليكون الصغيره بقى للشوكليت ودخلتها بقى الفريزر. استخدمت بقى اللبن المكثف المحلى اللي احنا جهزناه عشان نعمل ايس كريم فانيلا اللي هنستخدمه مع بقيه الخلطات. مجرد ان انا زودت عليه بعض من النشا وحطيت معاهم كمان وش لبن، ممكن تستخدموا قشطه او كريمه. وبدات بقى ان انا اخد حوالي كل نكهه اخدت معاها 3 أو 4 معالق. في بعض النكهات زودت شويه عشان حبيت ان انا احتفظ بحبه في الفريزر عشان نقدمهم بعد كده على شكل بولات في اطباق. وطبعا النكهه الاولى عملتها هي الموز، خدت نص موزه قطعتها وضربتهم مع بعض كويس قوي، وبعدين اخدت الشمام قطعته وبرده ضربته كويس قوي بالمضرب، وممكن نضرب في الخلاط، وبعدين برده بالهراسه كده هرست اي حاجات عشان طبعا ده كله هيبقى في الميلك شيك هيتشرب بالشانيمو، فاحسن حاجه ان احنا نهرس خالص اي فواكه هنقطعها ناخد منها الطعم. وكمان عملت بالكراميل نكهه الكراميل وكمان نكهه الشوكليت، دايما بزود عليهم الايس كريم. وحبيت كمان ان انا اعمل نكهه كده بتانك الليمون وزودت عليهم ليمونات تعزز من الطعم واللون، وشلت بالذات بتاعت الليمون دي في الايس لوليز وهنطلعها بعد كده ونشوف شكلها تبقى تحفه جدا. بقيت بقى انا احط في الاكواب بتاعتي الميلك شيك، حاولت ان انا احط كل يعني نوع واسيبه شويه في التلاجة وارجع ازود عليه التاني. فاينلي انا سبتهم كمان كلهم حوالي ساعه، وبدات ان انا اشكل بقى شويه كده اهوت واقسم في الكيكس بتاعتي اللي هي صحيه جدا، استخدمنا فيها موز وشوفان وحاجات جميله. قسمتها نصين، كانت قوامها لطيف جدا، وحبيت ان انا اعمل 4 منهم بالجناش، سقطتهم كده كلهم ظهري ووش في الجناش، والباقي كلهم وزعت عليهم الشانتيه اللي احنا عملناه. بدات ان انا ارسم كده فوقيهم بالجناش، وممكن كمان يعني انتوا تحطوا اللي هو حاجات حلويات تانية تحلوها بيها، وانا هعمل كده فعليا. الشوكليت تشيبس اللي انا عملتها هنا سبتها طبعا في الفريزر مده 4 ساعات، طلعتها من السيليكونز، وبعد كده هو سبت الكيكس قبل ما احطهم مع بعض، سبت الكيكس في التلاجة وبعدين زينتهم ببعض. الميلك شيك برضو بعد ما قعد حوالي ساعه في التلاجة. التزيين بالنسبه لي يعني انا استخدمت كيس نايلون عادي جدا لان كانش عندي اوريدي كيس لباني حاليا، فبقت ان انا ازين مجرد ان انا برسم رسومات عشوائيه كده نسبيا ببرضو حاجات مختلفه، بحاول ان انا انوع شويه بالشوكليت ايس كريم، شويه بالشانتيه، شويه بالجناش، وطبعا الفاكهه بتاعتي بقى اللي انا كنت اخدت منها حبه عشان عامله حسابي ان احنا هنزين بيها الشكل الخارجي كده عشان الحاجه تبقى بتفتح نفس الواحد عليها. وعايزه اقول لكم ايزلي ما تصعبوش على نفسكم ابدا، ما عندكمش مثلا برطمانات اللي فيها مكان للشنيموهات دي، استخدموا برطمانات وشيلوا غطاها خالص. ما عندكمش لا ده ولا ده، كوبايات طويله واستمتعوا يعني. وطبعا هي كده جاهزه على التقديم، وكمان سبتها في التلاجة حبه كده كافيين ان هي تبقى طالعه متماسكه كده كفايه وتشربوها. طبعا مفيش اي حاجه تقف معاكم في الشانيمو، يعني مش هتحتاجوا كتير انكم تستخدموا المعلقه. جهزت كمان جيليز، وهنا طبعا الجيلي بالنسبه لي كنت حابه ان انا اعمله متداخل لونين في بعض، بس ما استنيتش بصراحه يعني على الاصفر انه يبرد، كنت خايفه ان هما يعني ما ينسجموش مع بعض او ان هو يبرد في الحله، فللاسف كلهم بقوا فراوله في الاخر. يعني طلعت كمان بقى الايس كريم اللي كان فايض مني، كده معلقه الايس كريم
حطيته في القوالب. طبعا ما ننساش الايس لوليز اللي شكلها كان قمر، وعملت منها دور تاني بالايس ستيكس عشان نبقى عندنا افكار كتير، وكنت عاملها لكم قبل كده اصلا كوبايات عادي كرتون. في الاخر يا جماعه استمتعت فعلا بفطار، وكان كمان كنا مستخدمينها يعني عندنا في العشاء، خفيف صحي ما نقلقش ان هو يعلينا الانسولين. ويا جماعه المرطبات الصيفيه دي حاجه كده مهمه، اسيبكم بقى كمان تتفرجوا على الفيديوز اللي عندي في الشورتس، الحاجات اللي انا بادئاها على القناه، والف هنا.